معلش بس المامز الحلوين كده، انا عايزه اسالكوا على حاجه. اصل من يوم ما بقيتوا مامز كده والدنيا باظت، والله العظيم الدنيا باظت من يوم ما بقينا مامز. بتجيبي منين طاقه الصبح تقومي تعملي لانش بوكس اشكال وتقطعي الطماطم وردات والجزر مش عارف ايه بتجيبي طاقه منين؟ معلش انا ببقى قايمه الصبح بجد والله العظيم عايزه افتح البلكونه وارمي عيالي يروحوا على المدرسه هم. والله مش هضحك عليكي. يعني انا بقوم الصبح بحمد ربنا الحمد لله ان انا ما عنديش بنات، ان انا اولادي صبيان. البس يا ابني التيشيرت والبنطلون والكوتش يلا بينا، خلاص خلص الموضوع. بعمل بقى سندوتشات عادي زي ما الناس بتعمل سندوتشات جبنه، سندوتشات بيض، سندوتشات لانشون، ايا كان اللي انا هعمله يعني. بعمل سندوتشات عادي زي الناس طبيعيه يعني. بتجيبي بس انتي طاقه منين؟ عايزه اعرف الساعه 7 الصبح ان انتي تعملي ده. معلش قولي لي كده وادوني من ارائكم يا جماعه. هو انا على نفسكم شويه، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه يعني ما عملتش اللانش بوكس، ما جبتش توست لللانش بوكس اصلا، ما عملتش مش عارف، ما جبتش قطعات شكلها إيه؟ يا جماعه الموضوع ابسط من كده. علموا عيالكم البساطه، علموا عيالكم ان الموضوع بسيط. وعلموا عيالكم ياخدوا المدرسه الحاجه اللي زمايلهم كلهم يعرفوا ياكلوها. يعني ما يبقاش معلش يعني ابنك او بنتك في مدرسه حكوميه وانتي مدياله سندوتشات مش عارفه ستريبس وسندوتشات برجر ومش عارف. ما هو في معاه ناس ما تقدرش تجيب الحاجات دي. انت تدي الحاجات دي لما يبقى ابنك في مدرسه انترناشونال او في مدرسه خاص، وكل الفئه اللي معاه يقدروا يجيبوا الحاجات دي. فيا ريت يا جماعه نراعي بعض كده شويه ونهون على بعض، عشان اللانش بوكس لو ما اتعملش فيه ارنب وقطه والحاجات الغريبه دي عادي هيتاكل والولاد هيبقوا كويسين وزي الفل لما يرجعوا البيت ياكلوا اللي هم عايزينه بس.